ما كايناش اللي داقه عندي وعرف باياش معدله مزيج من المذاقات اللي عطاو لهاد المعلكه مذاق مميز. اللي كيذوقها كيحماق عليها. ضروري ما تسجلوا الوصفه عندكم باش تعدلوها. اول حاجه كناخذوا حبه البيض، ضفت السكر الزيت كنخلطوهم مزيان حتى كيذوبوا الحبات ديال السكر، ضفت التمر معجون وكريمات البسكوف، وعندي هنا كذلك الجلوكوز. كنخلطوهم شويه، من بعد كنضيفوا اي بسكوي بالمذاق ديال القرفه مطحون. عندي هنا كوكو اللي كيكون خاص ديال الغريبه ميدم، والكاكاو المور الخاص بالحلويات والنشا. كنجمع الخليط ديال الغريبه ديالي مزيان بحال هيدا، وهنا في الاخير كنضيفوا القياس ديالنا ديال الطحين في مره واحده صافي، وكنخلطها مزيان. وفي الاخر مره كنضيفوا خميره ديال الحلويات. العجينه ديالنا خصها تكون معلكه بحال هيدا ماشي ناشفه. كنشكلوا منهم كويرات اللي كيكونوا مقادين، وفي كل مره ملي كنجيو نشكلوا كويره ضروري ما تدهنوا يدكم بماء الزهر. كنحطوا الكويرات ديالنا في السكر كلاصي سبيسيال اللي خصو يكون مغربل. من بعد ما كيشربوا ديك السكر كنحطوهم في اللاطه ديال الفران، وكنكونوا من قبل عملنا الفران يسخن على درجه حراره 180 مشعل من فوق ومن تحت. كتاخذ في الفران ما بين 6 ل 10 ديال الدقائق. كتجي رائعه.